الميزة دي لازم تدخل دلوقتي تفعلها في قناتك منعا للمشاكل في المستقبل. ايه هي الميزة؟ ميزة الروابط الخارجية. طبعا كلنا عارفين ان اليوتيوب منصة ربحية، فعايز المشاهد اطول فترة ممكنة على المنصة بتاعتها وهي اليوتيوب. مش عايزة حد يدخل يكتب تعليق في الفيديو، يعني مشاهد عندك في القناة دخل اتفرج على الفيديو بتاعك فراح كتب رابط او ساب رابط في التعليقات، فالمشاهدين اللي عندي في القناة شافوا الرابط ضغطوا على الرابط وانتقلوا من اليوتيوب إلى الرابط الخارجي، سواء موقع سواء منصة تانية. تمام؟ فاليوتيوب ما بتحبش الكلام ده. تمام؟ طيب، وممكن الرابط اللي اتحط في التعليق ده رابط هاكر، مجرد ان انت ضغطت عليه يبدأ يراقب الموبايل بتاعك او الكمبيوتر بتاعك من خلال الرابط ده ويشوفك انت بتعمل ايه ويبدأ يفتح الكاميرات والكلام ده كله. تمام؟ وده غلط برضو. تمام؟ وممكن تاني الرابط اللي هو محطوط ده مجرد ان انت ضغطت عليه، تمام، سرق بياناتك او عرف بياناتك ايه، او سرق مثلا عندك قناه على اليوتيوب فسرق القناه بتاعتك مجرد انت ضغطت على الرابط، فراح له على طول الايميل بتاعك والباسورد وقدر يسرق القناه بتاعتك من خلال الرابط اللي انت ضغطت عليه، عرف بيانات قناتك وسرق قناتك بالفعل. تمام؟ فانا انصح كل واحد منشئ محتوى على اليوتيوب يدخل يعمل حظر للروابط منعا لمشاكل في المستقبل زي ما قلت لكم كده. تمام؟ وفي نقطة تانية، عايزك تدخل على القناة بتاعتك، تمام، برضو وتبدا تحط كلمات محظوره. تمام؟ لان مثلا انا منزل فيديو على اليوتيوب بلاقي تعليقات اشترك في قناتي واشترك في قناتك، وده يسمى تبادل اشتراكات واليوتيوب ما بتحبش كده. تمام؟ فممكن يحصل لي انا كصاحب قناه بسبب التعليق اللي انا سايبه ده اخد انذار او يحصل لي مشاكل في المستقبل. طب وانا ليه ابدا احط كلمات محظوره؟ برضو حد مثلا بيغلط فيا، حد بيقول لي انت شرحك مش كويس، حد بيقول لي انت فاشل، حد بيقول لي الكلام ده، ابدا احط الكلمات دي المحظوره دي عشان اي حد يكتب لي تعليق من ضمنه الكلمه المحظوره دي يبدا ينتقل الى قسم الكلمات المحظوره، وبرضه لو حط له رابط يبدا ينتقل الى قسم الروابط المحظوره، وابدا ادخل في قسم التعليقات وبيظهر لي التعليقات اللي هي المحظوره، ابدا انا بقى اوافق على التعليق او احذر التعليق خالص او امسح التعليق خالص. تمام؟ دي بقى حريه شخصيه بتاعتي انا لما اشوف التعليق. طيب واحد باعت لي رابط برضه هيبدا يدخل لك في قسم التعليقات. تمام؟ قسم خاص كده بمراجعه التعليقات، مراجعه التعليقات اللي هي انت بتراجع الكلمات المحظوره وبتراجع كل التعليقات اللي هي مكتوب لك اللي انت حاضرها او الروابط اللي انت حاضرها برضو بتجي لك في قسم المراجعه. فانت بتبدا تراجع بقى الرابط ده ظهر عندك هتبدا تحذفه، الكلمه دي ظهرت عندك هتبدا تحذفه، التعليق ده ظهر عندك هتبدا تحذفه. وانصحك خالص اوعى اوعى واياك تبدا تعمل نشر لرابط جالك، يعني حد كتب لك تعليق وانت دخلت لقيت التعليق ده من ضمنه رابط، طب الرابط ده بتاع قناه على اليوتيوب واللي حطه بيقول لك اشترك في قناتي وده الرابط بتاعي، فانت تشوفه كده تبدا تعمل له صح، يبدا يدخل في التعليقات يبقى كده هيبدا يظهر في الفيديو بتاعك. اوعى تعمل كده. تمام؟ ما تعملش كده خالص. كل اللي عليك هتدخل تشوف الرابط ده ابدا اعمل له حظر، ابدا اعمل له حظر، ما تعملش الكلام ده كله. احنا هنا مش بننشر التبادل الاشتراكات ولا بننشر الروابط اللي هي الخارجيه اللي تضر الناس، احنا عايزين نحذر كل الحاجات اللي هي ممكن تضر الناس في المستقبل، سواء حد هاكر وحاطط رابط او سواء حد حاطط رابط وجاي يقول لك اشترك في قناتي ونعمل تبادل والكلام ده، وده كله مخالف. تمام؟ فانت كل اللي عليك هتدخل دلوقتي معايا هقول لك تكتب الكلمات المحظوره ازاي عشان تعرف بعد كده الكلام المحظور اللي يجي لك في قسم المراجعه تبدا تحذفه وتبدا تحذر الرابط ازاي، عشان اي رابط يجي لك سواء خارجي او رابط من قناه بتاع يوتيوب بتقول لك اشترك عندي وده الرابط بتاعي، لا ابدا برضو احذفه، ما ينفعش الكلام ده كله منعا للمشاكل عندك في القناه. صدقني انت اللي هتخسر لو ما عملتش كده. تمام؟ كل اللي عليك هتبدا تضغط على استوديو اليوتيوب، بعد كده تبدا تختار الاعدادات، شايفين الاعدادات يا شباب؟ هتبدا تضغط عليها، بعد كده تختار حاجه اسمها المنتدى. تمام؟ لو نزلنا كده هتلاقي هنا الكلمات المحظوره، طبعا انا حاطط كلمات محظوره، ادعمني، انت فاشل، جلطتني، دعم، شرحك وحش، والكلام ده كله. تمام؟ وممكن اعمل ايه؟ تبادل اشتراكات مثلا، هبدا اكتب الكلمه دي محظوره عشان اول ما حد يكتب لي كلمه تبادل اشتراكات تدخل لي في قسم المراجعه وابدا احذفها، ولكن عمري ما هظهر كلمه زي ديت او اوافق عليها. تمام؟ تبادل اشتراكات مثلا هبدا
هبدأ اكتب مثلا اشترك في قناتي. اشترك في قناتي، الكلمة دي لو جات لي هتدخل في قسم المراجعة وهبدأ احذفها. طيب هعمل ايه تاني؟ تابعني واتابعك. تابعني واتابعك. تمام. لو الكلمة دي اتكتبت عندي هتبدأ تدخل ايه في قسم المراجعة، وهبدأ برضو احذرها، لكن انا عمري ما هوافق على كلمة زي كده. تمام. عرفت ازاي تحط الكلمات المحظورة؟ طيب هنرجع بقى للروابط. تمام. هنا حذف الرابط، لو لقيت علامة الصح كده مش موجودة، يعني انت دلوقتي هتلاقي الخانة دي فاضية اهي، حظر الروابط، لا لازم تحدد عليها علامة الصح. اول ما تحدد علامة الصح يبقى انت كده حظرت الروابط بالفعل، حظرت اي رابط يجي لك بالفعل. هنا بقول لك سبق ان حظرت عناوين يو ار ال التي تم ارسالها في المحادثة المباشر، البث المباشر يعني، واذا حددت هذا الخيار ستخضع التعليقات الجديدة في تضمين علامات هاشتاج وعناوين يو ار ال للمراجعة. اي حاجه انت هتعملها من الكلام ده او حظر الروابط، تمام، هتبدا تدخل للمراجعه، فانت بشخصك اللي هتراجع ايه ده يظهر او ده يتحذف، لان اليوتيوب انت ساعات بتحط كلمات محظوره اهي، وممكن يكون كلمه مثلا زي تبادل، انا حطيت كلمه ايه تبادل، او حطيت كلمه اشتراك، فكلمه اشتراك اللي انا كتبتها ديت، تمام، حد كان كاتب لي تعليق والتعليق ده من ضمنه كلمه اشتراك، فانا دخلت في قسم المراجعه لقيت كلمه اشتراك او التعليق ايجابي، يعني مش سلبي، لا التعليق ايجابي، تمام، ما فيهوش اي مشكله، ممكن اضغط على علامه الصح ابدا اخليه يدخل في التعليقات ويظهر قدام الناس كلها. طيب انا ما عجبنيش هبدا اعمل له بلوك او حذف التعليق على طول. تمام. طيب هو ده للمراجعه. تمام. ولا ينطبق هذا الخيار على تعليقاتك او تعليقات المشرفين، يعني اي رابط انا احطه انا او المشرفين اللي عندي في القناه، لو انا عامل مشرفين فهيبدا يظهر عادي. تمام. على المحادثه او المستخدمين الموافق عليهم، او المستخدمين الموافق عليهم زي ما قلت لك كده، حد حط لي رابط، حد حط لي تعليق ودخل للمراجعه وانا شفته فعجبني، فهبدا اضغط على علامه الصح، هيبدا ينتقل في قسم التعليقات ويبدا يظهر اسفل الفيديو في التعليقات ويظهر والناس كلها تشوفه. طيب لو انا مش حابب هبدا اعمل له بلوك او هبدا احذف التعليق. تبدا تدخل تحط اهم الكلمات المحظوره عشان ما يحصلكش مشاكل في المستقبل، وتبدا تعمل حظر الروابط، ان اي حد يحط لك رابط في القناه بتاعتك تبدا تعمل له ايه بقى؟ تبدا تدخل لقسم المراجعه، وبعد ما انت بتراجع تبدا تحذف اللي عايز تحذفه وتظهر اللي عايز تحذره. ولكن بنصحك اوعى تظهر اي رابط تحت الفيديو بتاعك، حتى لو كان رابط بتاع قناه اخرى داخله بتقول لك تابعني وتابعك، اشتركوا في قناتي ودي القناه بتاعتي، اوعى تعمل له اظهار، لا اعمل له حذف على طول. ما ينفعش الكلام ده عشان انت ما يحصلكش مشاكل في المستقبل. تمام. بعد كده كل اللي عليك هتبدا تعمل حفظ. عملت حفظ خلاص كده تم الحفظ معاك. طبعا اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.